بص، انا مش جايه اطبطب عليك ولا اقول لك كلام يريحك او اقول لك ثانويه عامه مش اخر الدنيا والكلام ده كله. بس انا اسفه في اللي انا هقوله دلوقتي. انت افقك ضيق جدا، ده شيء طبيعي. انت مفكر عشان انت ما وصلتش للكليه اللي انت عايزها، او الشخص اللي جاب 60% ده شخص فاشل في حياته، واللي جاب 90 ده شخص خلاص ناجح والدنيا هتبقى معاه تمام. بس في الحقيقه هي الدنيا مش سهله كده خالص. يعني انت كده هتكون حصرت كل انجازات الدنيا في رقم معين، في اسم كليه، وده صدقني فيما بعد لما تكبر هتعرف ان ده كلام ملوش اي 30 لازمه. بص، هو تعريف النجاح في ناس كتيره اختلفت عليه. هو في ناس كتيره بتعرفه ان هو التوازن في الحياه، ان انت كنت تبقى ناجح دراسيا واجتماعيا وكل الكلام الحلو ده. السؤال هنا بقى، هل انت نطيت للمستقبل وشفت الشخص ان هو عدى بالحب او بالغش، او اللي جاب 60% او اللي جاب 80%؟ هل انت نطيت وشفت مستقبله وشُفت هو حياته الاجتماعية أو حياته الروحانية مع ربنا أو أيًا كان هتبقى عاملة إزاي؟ ونفس الكلام عليك، خلاص أنت دلوقتي شايف نفسك فاشل وما جبتش الكلية اللي أنت كنت عايزها. هل أنت نطيت للمستقبل وشُفت إن أنت جوانب الحياة دي وحشة كلها معاك، فحكمت إن أنت خلاص عامةً شخص فاشل؟ أنا بس قصدي إن أنا ألفت انتباهك لنقطة إن مش الكلية هي النجاح، أو المجموع مش هو إن أنت تحكم على نفسك ناجح أو فاشل. فالحياة مش كده خالص، وفي حاجات كتيرة جدا في الحياة وجوانب كتيرة جدا في الحياة انت المفروض تنجح فيها. فانت ما نطيتش المستقبل وشفت انت نجحت فيها ولا لا عشان تقول على نفسك فاشل. وحقيقي انا مش بهون عليك ومش بقولك كلام يريحك، بس انت قدام هتفهم ان الشخص الناجح ده عبارة عن مجموعة صفات متجمعة مع بعض، زي الصبر والمثابرة والاستمرار والانضباط والالتزام وكل الكلام الحلو ده. فلو انت في شخص قدامك هو ناجح بالحظ او هو غش او ايا كان ما جبتش المجموع اللي انت عايزه، فما تقولش ده كده ناجح وانا فاشل، عشان هو احتمال كبير قوي ما يكونش عنده الصفات دي، فهو مش هيبقى شخص ناجح في حياته. هو اساسا الكليه ان هو هيخشها عشان مجموع كبير قوي، ده هو ممكن يفضل بيبسط فيها كل سنه. الشخص اللي عدى بالحب ده صدقني صدقني 100% ده انت هتشوفه فيما بعد فاشل في حاجات تانية كتير. لو انت بقى في المرحلة بتاعت ان هو انا كنت اذاكر من اول السنة وليه يا رب وما جبتش مجموع والكلام ده كله، مش هنط لك بقى مستقبل واقول لك اكيد متشيل لك حاجة احسن ومش عارفة ايه وكانت ممكن تبقى شر ليك، مع ان الكلام ده صح. بس انا هكلمك في ارض الواقع دلوقتي، ونفتكر شوية حاجات كده. ان المجموع ده رزق، ولو ربنا قسمه لحد غيرك او ما كانش مكتوب لك فمعلش، كل مالك حر في ملكه. في الاخر دي ارزاق ربنا، وكل حاجه في الدنيا كده كلنا على بعضنا كده، واحنا ربنا اللي خلقنا، فكل مالك حر في ملكه. فانت ما تقدرش تسال ربنا ليه ما اديتنيش الرزق ده او اديته لغيري. ما تخليش الشيطان يخش لك من الحته دي ان هو ده انت كده انت مظلوم انت كذا او انت كذا. لا، كلها كانت بتاع ارزاق ربنا. انا لما قعدت وذاكرت وكل المجهود ده، ما ربنا في الاخر هو اللي كان مديني المجهود ده، ما المجهود ده برضه رزق. انا كنت ممكن ابقى تعبان السنه دي ما اقدرش اقعد 5 دقايق على بعض. فانت في دايره هتلاقي كلها بتصب ان ربنا هو المصدر، يعني من الاخر كلها ارزاق ربنا. فانا مش محتاجه اتغر في نقطه ان انا رحت وجيت وتعبت. طب ما انا رحت وجيت وتعبت برضه مشيئه ربنا مش مني انا. افتكر حاجتين مهمين، ان كل حاجه ليها حكمه، وان ربنا عادل. بس انت ممكن يكون في سؤال دلوقتي بيدور في ذهنك، طب هي فين الحكمه؟ انا مش قادر اشوف او افهم الحكمه دي. وفي الحقيقة احنا مش كل حكمة هنقدر نشوفها او نفهمها في حياتنا. من فترة شفت فيديو كان بيتكلم عن سورة الكهف، بيحكي ان الاب والام اللي في سورة الكهف اللي ابنهم مات فضلوا طول عمرهم ما يعرفوش الحكمة هو ليه ابنهم مات. سيدنا خضر هو حكى لسيدنا موسى، واحنا عرفنا من القرآن، بس الاب والام نفسهم سيدنا خضر ما راحش قال لهم ابنكم مات ليه. فتخيل ان ربنا عوض الاب والام دول بولد تاني من غير ما يعرفوا ان الولد القديم ده كان عاق، وان هو كان هيتعبهم وان كذا وكل الكلام ده. هما بس ربنا عوضهم وبس كده من غير ما يعرفوا الحكمة نهائي. احنا ممكن نتحط في موقف زي ده، وبرضه فكرة ان ربنا عادل واكيد ربنا مش هيظلمني برضه هنؤمن بيها من غير ما نفهم ازاي ده هيحصل. ولو انت شايف طب انا ازاي اصدق بده وانا ولا شايف ولا فاهم ولا اي حاجة، فمعلش هنسأل سؤال، هو حد فينا شاف ربنا؟ احنا اصلا ربنا مش بنشوفه، فممكن ما نقدرش نشوف صفاته او حكمته او عدله او نفهم ده بيحصل ازاي. ده ممكن يبقى ابتلاء ليك واختبار ان انت تؤمن بالحاجات دي من غير ما تبقى فاهمها، عشان ده اصلا اصل الايمان. ما انت لو شايف حاجة
انت ليه؟ ايه اللي هيخليك تكذبها؟ بس انت ما تبقاش شايف الحاجه وواثق في اللي ربنا بيقول لك انا حكيم وانا عادل وواثق في الحاجات دي من غير ما تشوفها. هو ده الايمان في حد ذاته، هو ده الاختبار الحقيقي. وانا بقول كده عشان انت لو في يوم من الايام ما قدرتش تفهم حكمة ربنا او ايه العوض اللي حصل، برضه ما تقعدش تقول طب انا فين حكمة ربنا او كذا. لا، انت ما تقعدش مستنيها ان انت ممكن تفهمها او ممكن انت ما تقدرش تفهمها. عوض ربنا كده كده هيجي ومجهودك مش هيروح على الارض. بس انت هتفهم او هتربط الاحداث ببعض، او ممكن ما تعرفش تعمل كده، فالموضوع ده انت مش هتقدر تتحكم فيه. برضو احنا بننسى نقطة ان اصلا الدنيا دار شقاء، وان انت جاي هنا تخسر وتتهان وتتبهدل وكل حاجة وحشة ممكن هتحصل لك هنا في الدنيا. وان لما بيحصل معاك حاجة حلوة ده بيبقى فضل من عند ربنا. الدنيا مش اصلها كده، مش اصلها ان الدنيا كلها تمشي زي السكينة في الحلاوة وكل حاجة نفسنا فيها تتحقق. لأ، وده ممكن هتبقى خسارة من إن أنت تخسرها في حياتك، عشان هي لو كانت هتبقى حلوة ما كانش هيبقى للجنة معنى أو منطقي. مش معنى إن إحنا تعبنا قبل كده في حاجة وهي فعلا اتحققت إن ده خلاص بقى إلزام ولازم الدنيا تمشي كده. خلاص أنا هعمل يبقى أنا لازم هيجيلي الحاجة اللي أنا تعبت عشانها دي. لأ، ده مش إلزام. وزي ما قلت هي لو ربنا سلكها معاك في حاجة أو في حاجة أنت اتحققت ده فضل من عند ربنا. وافتكر في الآخر إن ربنا حكيم وإن ربنا عادل، إن ده ممكن يكون اختبار، ممكن يكون ابتلاء. ولو أنت كنت مش بتذاكر وما جبتش مجموع فده كده عدل ربنا، حتى لو آخر شهرين شديت على نفسك والكلام ده. ولو أنت كنت بتذاكر من أول السنة وما جبتش فاعرف إن المجهود ده مش هيروح على الأرض، وإن أنت في حاجة تانية هتتيسر لك بمجهود أقل بكتير. بس كده حبيت أقول الكلام ده ممكن يبقى مفيد بالنسبة لحد. وربنا معاكم يا شباب وتتوفقوا في الكلية بإذن الله. باي باي.